ادورها لي عشان انا ما بعرفش ادورها، ما بيعرفش يوقفها. I'm regretting this. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. احسن بلوجر في مصر كريم ودلع هم دول. هلو ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ حابين نقول بس الاول صبح صبح يا عم الحاج. صبح يا عم الحاج. بجزم الجزارين اللي احنا لابسينها دي مستعدين 100% بكل المعدات وكل اللبس. النهارده اليوم الثاني وتجربه النهارده هي تجربه مختلفه تماما. يعني نقول بهدله. هنركب بيتش باجي في الادغال ووسط ميه وحوارات كتير، عشان كده ملبسيننا ده من فوق لتحت. انا ما بسوقش فهركب ورايا واتمنى ان شاء الله يعني ان احنا ما نخسرش. لا ما تقلقيش، انا كده سواق، انت عارفه يعني. واحنا يا باشا احنا بندور ازاي؟ بندور ازاي يا باشا؟ تعالى دورها لي عشان انا ما بعرفش ادورها، ما بيعرفش يوقفها. يا لهوي يا جماعه، جبانه جدا والله، جبانه قوي. يلا بينا، انا لسه ما عملتش حاجه. شايفين احمد اللي ورا ده؟ هو ده السبب، هو ده اللي جابنا هنا. على الله، كله على الله. لا يا كريم والله هطير. يعني ايه هتطيري؟ مش فاهم يعني ايه هتطيري؟ امسكي كويس. مش واثقه فيا خالص يا جماعه، مفيش اي ثقه ولا محافظه الدقهليه. دي المستنقعات اللي احنا ماشيين فيها. هو احنا فين؟ والله احنا في حواري باك، والله شبه حته عندنا عند طريق الفيوم. شبه الحته اللي جنب الاهرامات. ما هي ده طريق الفيوم. لا الحته دي كانت سقاره. ايوه حرام عليكي بذمتك، الحته دي شبه سقاره. دي بصي الخضار. بصوا يا جماعه الحته دي صعبه قوي. بصوا الناس اصلا مش عارفه تنزلها ازاي، شايفين؟ دي بقى لانها ضيقه وفي ملف، فاحنا هنحاول ناخدها بالراحه عشان وحاولي ما تصوتيش. اهو نزلنا. سائق ماهر ولا مش سائق ماهر؟ انا كنت هموت. لا عشان انا جبته يمين وشمال فيقلل الاحتكاك. في مشكله بيقول لنا ان الرجوع من نفس الطريق، فاحنا هناخد اللي احنا خدناه ده كله. اوبر ايه ده؟ يا لهوي عليا. بصوا بقى الدنيا عامله ازاي هنا، مش متخيلين. استنوا كده. بصوا احنا دلوقتي في بريك، ريحنا شويه. انا بموت، انا بجد بموت. مش متخيلين احنا عاملين ايه اصلا علشان لما نبلش الكاميرا في مطره رهيبه. وصلنا برضو في حته كده، احنا جايين من هنا كل ده. بصوا الناس شايفه ايه. استنى اوريكم. طبعا احنا عشان تيم مع بعض فبنستنى بعض. في ناس بقى بتشبك هنا، في ناس بتتعلق هنا. الموضوع صعب فعلا، الموضوع مش سهل خالص. والارض شايفين عامله ازاي؟ يعني احنا اهو مفيش اي حاجه، انت ممكن تقع هنا عادي خالص. لسه كان في واحد واقع من شويه. بس عامه سبحان الله بجد على الطبيعه. مبسوطه؟ ده لا مش مبسوطه. دي قرابين للالهه. قرابين للالهه. معرفش وصلوا المكان ده ازاي، بس حقيقي المكان مخيف. المفروض هندخل النفق المظلم ده واحنا موطيين، وبعده على مطلع على طول عشان نوصل. انا بجد دلوقتي نفسي اموت. بعد الشر يا حبيبتي. انا خايفه جدا. بصوا احنا لسه طالعين من النفق، هو كان صعب قوي بس انا كان عاجبني جدا. احنا وطينا جدا وكان مطلع عامل كده، فكان لازم نجري بسرعه قوي نطلع. ففي حته كده انت دماغك بتحك فيها وانت طالع. لا بصوا كانت مغمضه عينيها. مالي كده؟ انا في ايه؟ مش باين على وشي اصلا. انا مغمضه عينيا وكنت رعبت رعب ما عشتوش في حياتي. بس والله كانت حلوه قوي بجد، حلوه. انا مش عارف ده انا متضايق ليه. يعني لازم تجربوها، لازم تجربوها. I'm regretting this. Oh my god.
استني احنا وصلنا الغابه اللي هياخدوا فيها اعضائنا. استني. هنا بقى الحته اللي بيطلع لنا فيها اناكوندا. خدت بالي. لا 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 ما تتهورش ما تتهورش عشان هتتعور. بقى كويس كده. كويس. شايفين المستنقعات؟ حقيقي تجربة صعبة جدا. طب الاناكوندا ممكن تكون بتعوم هنا فعلا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. لحد ما تقع في يا ابعدوا عنه بقى الواد ده بيرش ميه. لا كريم أقع منك والله بجد. أنا جوزي اتجنن يا جماعة جوزي اتجنن. طب خلاص. مش عارفة انتوا سامعيننا ولا لأ بس حابين نتكلم في حاجة في حياة الفيديو ده وخصوصا الفيديو ده لأنه بجد كان يعني حاجة غريبة بالنسبة لنا قوي. التجربة كلها هي عبارة عن بيتش باجيز بتمشي بيها وسط بجد زي ما بنقول في مصر قيد وترعة وتوصل لمكان فاضي ما فيهوش أي حاجة. المطر تمليه مية كل يوم لأن هم جو استوائي فعندهم مطر يوميا فتمشي فيه بالبيتش باجي وبتلعب فيه مع اصحابك وبتبهدل زي ما انتم شايفين كده. وبتبقى دي بالنسبه لهم معلم سياحي بيجيبوا السياح عشان يجربوها وبيدفعوا فلوس كتير قوي عشان يجربوها وبيجوا من اماكن كتير. ليه احنا في بلدنا اللي عندنا حاجات كتير قوي 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 بجد ما بنستغلهاش كده؟ احنا لو استغلينا كل حاجه فعلا عندنا في بلدنا زي ما هم مستغلين مكان فيه مطره فعلا هو مش اي حاجه خالص، احنا هنبقى في حته ثانيه خالص. احنا عندنا حوار البيتش باجي ده في الاهرامات موجود وفي سقاره والحتت دي لكن مش زي هنا. يعني حتى عندنا حاجات بالهبل، عندنا متاحف وعندنا معابد. احنا عندنا معابد بيبقى ما فيهاش اهتمام والحاجات دي. لو احنا فعلا اهتمينا بيها احنا هنعدي كل الناس دي واحنا في حته ثانيه خالص. ارجو ان احنا فعلا نعمل ده، ولو في طريقه ان احنا نساعد او نساهم في الحوار ده وان احنا يعني ننشر الوعي ده. يعني لو انتوا عارفين ان في اماكن غريبه في مصر محدش يعرفها او في حاجات لسه محدش اكتشفها ومحتاجين حد يتكلم عنها يا ريت تكتبوها لنا في الكومنتس واحنا نروح نصورها زي ما بنصور بلاد بره. احنا يعني بلدنا اولى بس يعني حبينا دي تكون نهايه. احنا دلوقتي هنرجع من نفس الطريق اللي جينا منه فما اعتقدش في حاجه جديده. الرحله انا بقيمها انها مثلا 6 من 10. هي ممتعه فن واصحابك بس لو انا وده بس ما كناش هنتبسط قوي. فاللي هيجي لو انت مش معاك جروب حلو ما تطلعهاش. الرحله متعبه شويه بس نقول احنا عشان معانا اصحابنا فاحنا اتبسطنا. فهنقفل الفيديو ده وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون جامد قوي. وطبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك والجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. باي باي.